مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل احلى صينية بسبوسة زي ما انتوا شايفين. هنعمل بسبوسة الكياس. في ناس كتير بتعملها بتفشل فيها، في ناس بتعملها وبتطلع طبعا ناشفة او مش بتشرب السيرب. النهاردة هنعملها بطريقة حلوة جدا وهتطلع معاكي مرملة وجميلة جدا جدا. شايفين قد ايه شكلها حلو بجد وطعمها تحفة جدا. بتجيبي كيس البسبوسة الجاهز وتعمليه، بجد ما بياخدش مكونات كتير، مقاديره بسيطة جدا جدا لان هو بيكون فيه كل حاجة، وبتعمليه وبيطلع تحفة جدا زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله الطريقة بتكون بسيطة وسهلة والنتيجة في الاخر تحفة جدا. مفيش حد كلها الا لما عجبته بامانة. الحمد لله رب العالمين، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، اللهم امين يا رب العالمين. ويلا بينا كده في البداية بقى، اللي ما حطش لايك يحط لي لايك، وما تنسوش اللايك يا حبايبي. ويلا نقول بسم الله ونشوف مكوناتنا البسيطة السهلة بجد، والنتيجة هتبهرك جدا. في البداية هنقول بسم الله. يلا نقول مكوناتنا البسيطة السهلة. معايا هنا نص كوباية من الحليب أو كوباية من الزبادي، معايا نص كوباية كده من جوز الهند، ومعايا كمان معلقتين عسل جلوكوز، معايا هنا معلقة بيكنج باودر، نص كوباية من السمنة، معلقتين من السكر. حابة تضيفيهم ضيفيهم، مش حابة براحتك خالص. وهنا طبعا كيس البسبوسة الجاهز، الطريقة بتبقى مكتوبة على الكيس من ورا، بس في حاجات انا ضفتها من عندي وبصراحة هي ما شاء الله طلعت روعة. يلا بينا. هنا في بولة حطيت دي السميد اللي هو طبعا الكيس، ونزلت عليه بجوز الهند، ونزلت عليه بمعلقتين السكر والبيكنج باودر معلقة. زي ما انتوا شايفين المقادير بسيطة جدا وسهلة، وبجد طعمها بيكون حلو جدا، والطريقة بتاعتها بتكون سهلة بصراحة. يعني بجد في 10 دقايق ممكن تعملي الصينية القمر دي. هقلب المواد الجافة كده، وهنزل هنا بنص كوباية كده من السمنة، ولو عندك سمنة بلدي حطيها هتكون طعمها تحفة جدا. انا حاطة نوعين من السمنة على بعض وبصراحة هتطلع طعم حلو جدا. هنا هقلب كويس جدا لحد ما دقيق البسبوسة يتشرب معايا كده ويبقى زي الرمل بالمنظر ده. شايفين كده؟ ما شاء الله. طبعا البسبوسة شربت الإدام كله كده، اللهم بارك ما شاء الله. وعايزة اقول لكم مرملة وجميلة جدا جدا. وهنا يلا بينا بقى ننزل كده بعسل الجلوكوز، ولو عندك العسل حطيه، ما عندكيش لو عندك سيرب او عسل ابيض حطي معلقتين، بس السيرب بيكون تقيل علشان يديكي نتيجة حلوة. زي ما انتوا شايفين انا عايزه اقول لكم ان هو جامد جدا، كلنا عارفين العسل الجلوكوز بالذات بيكون جامد كده ومتماسك شويه. وهنا بقى هقلب كويس جدا كده. لحد دلوقتي احنا ما ضفناش طبعا اللبن. وهنا مولعه الفرن على درجه حراره 180، بتتحط في الرف الاوسط. يعني هي للامانه ما خدتش 30 دقيقه، يعني بنقوله من 25 دقيقه كده ل 27 دقيقه، يعني اقل من 30 دقيقه كانت الصينيه اللهم بارك طلعت. وهنا بقى بعد ما قلبت كويس جدا نزلت هنا يا كوبايه زبادي يا نص كوبايه كده من الحليب، بس يكون طالع بره التلاجة، بس يكون طبعا اللبن اهم حاجه ان هو يكون واخد درجه حراره المطبخ، لان لو اللبن ساقع البسبوسه هتنشف مننا ومش هتبقى حلوه. احنا طبعا هنا دفينا اللبن شويه وحطيناه زي ما انتوا شايفين. بعد ما فضيت كده الخليط في الصينيه، بعد ما حطينا ماده دهنيه، عندي هنا شويه كده من البندق، هنزل بيهم على وش الصينيه. عندك بقى سوداني حطيه، عندك حبه مكسرات اي حاجه، حابه تسيبيها ساده براحتك خالص. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله خلصت الصينيه ودخلتها الفرن. ويلا بينا هنا نعمل السير. معايا بوله حطيت فيها كوبايه ونص من السكر وكوبايه وربع من الميه، مش هقلبهم ولا اي حاجه، هاخدهم على النار وهحط بقى كده عصره ليمونه، وبعد كده هسيبهم كده لمده 7 دقايق او 9 دقايق بالكتير. وهنا كانت صينية البسبوسة القمر طلعت بالمنظر دوت. وهنا عندي السيرب دافي والبسبوسة سخنة جدا لسه طالعة من الفرن. وزي ما انتوا شايفين انا هنا حطيت السيرب كده، كل ما بحط اللهم بارك كل ما بتشرب السيرب. طبعا حابه تحطي بقى السيرب كله اللي احنا عملناه براحتك، حابه ان انت تقللي براحتك. كميه السيرب اللي احنا عملناها هي طلعت مظبوطه جدا جدا في الصينيه القمر دي. شايفين اللهم بارك عامله ازاي؟ هي طبعا سخنه جدا، وانا بحاول ان انا اشربها طبعا من السيرب. كل شويه طبعا لازم احركها شمال واحركها يمين علشان تشرب السيرب. غطيتها وسبتها شويه، وبعد كده قطعتها واللهم بارك طالعه مرمله وجميله جدا جدا. بدل ما تشتريها بالغالي اعمليها في البيت بأقل التكلفة.
انا عايزه اقولك ان انا شويه المكسرات دول كنت جايباهم من المقلب 30 جنيه، يعني قلت له عايزه ب 30 جنيه بندق، عطاني الشويه دول ما شاء الله اللهم بارك. مالوا الصينيه بدل ما نعملها ساده عملناها بالمكسرات وجميله جدا جدا ومكلفتناش كتير. ان شاء الله المقادير تكون موجوده في كل بيت. شايفين ما شاء الله اللهم بارك شكلها جميل جدا جدا وبجد وامانه تحفة جدا. الطعم كمان جميل جدا جدا. بصوا كده هي حاجة بتدوب كده وجميلة جدا اللهم بارك. بألف هنا وشفا على اللي داق وبألف هنا وشفا على اللي يجرب. الطريقة حلوة وبسيطة وسهلة والنتيجة بجد تحفة جدا اللهم بارك. وزي ما انتم شايفين ده بيكون فيديو النهاردة، فيديو سهل وبسيط. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم. أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.